السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. فيديو النهارده بناء على طلب استاذة ميرو محمد، كانت محتاجة تعرف استخدامات ابرة الكروشيه واستخدامات ابرة التريكو. ابرة الكروشيه اولا بتكون بالشكل ده كده، اما ابرة التريكو بتكون سنارتين طوال شوية. طب بنستخدمهم في ايه؟ ابرة الكروشيه بنستخدمها في اكتر من حاجة، زي مثلا البلوفر اللي قدامكم ده، بنستخدمها كمان في كوفيات، بنستخدمها كمان في طواقي، بنستخدمها كمان في جوانتيات، في لكاليك، في شيلان، بنستخدمهم كمان في البوكسات زي اللي انتوا شايفينه ده، في مقالم، في شنط، بنستخدمهم في حاجات كتير جدا جدا. طيب مميزات الكروشيه ان هو بيكون سريع في الشغل، يعني بينجز معاكي في الوقت. طيب عيوبه ايه؟ ان هو بيحتاج خيط كتير علشان تنفذي قطعة معينة. كل الحاجات اللي انا بعرضها دي حاليا دي حاجات كروشيه، انا اللي عاملاها، يعني ده شغلي. فحبيت ان انا اعرضه لكم يعني عشان تشوفوه كمان تقولوا لي رايكم، ولو حابين ان انا انزل اي فيديو ليه اكتبوا لي برضو في الكومنتات. نيجي بقى للتريكو. التريكو بيكون سنارتين، برضو هيظهر لكم شكل السنارتين. بيبقى أشبه للملابس الصناعية اللي احنا بنشتريها في المحلات. الكروشيه بيكون ليه غرز والتريكو بيكون ليه غرز برضو، يعني دي بيبقى ليها غرز لوحدها وده بيبقى ليه غرز لوحده. ولكن التريكو بيكون شكله يعني بسيط عن الكروشيه. الكروشيه تحسوا ان هو بيبقى ضخم شوية، او بيبقى الغرز بتاعته واضحة اكتر. اما التريكو لا، التريكو بيبقى خفيف كده، دي السنارتين كده بيبقى الشكل بتاعه. ده كده كمان تطبيق عن معانا للتريكو. طيب التريكو مميزاته ايه؟ ان هو مش بيستهلك خيط كتير، انما العيوب بتاعته ان هو بياخد وقت في الشغل كتير. كمان من مميزاته ان هو بيبقى شكله شكل الحاجات الصناعية اللي احنا بنشتريها. الخلاصة الاتنين حلوين، الاتنين شكلهم شيك جدا زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو وزي ما انتوا شفتوا في اخر الفيديو. اهم حاجة انت تكوني مرتاحة وانت بتشتغلي. جربي الاتنين وشوفي انت مرتاحة في انهي. في قنوات كتيرة قوي بتعلم غرز التريكو، بيبقوا محترفين بجد. ربنا يا رب يوسع رزقهم ويحسن ما بين ايديهم. اتمنى فيديو النهارده يعجبكم وتستفادوا منه، ولو محتاجين اي حاجة تانية اكتبولي في الكومنتات. اشوفكم الفيديو